بتبينها دوم وياك انت جبتيها مره واحده. انا بجيبها دوم وياي خلاص. هاي لولو انا وايد احبها فقررت ان اسوي وياها عقد. على فكره انا من اول حلقه طلعتها وياي وانا وايد معتنيه فيها، حتى كانت وياي في الحادث زين ما ياها شيء. هي كانت معاك في معاك. انا كنت اصيح عشانها اصلا، بس الحمد لله جت سليمه وافكر اني اسوي وياها عقد الصراحه. والله بصراحه يعني واضح ان انتم علاقتكم وايد قويه وشكلك بتسوي لها عقد، بس ان شاء الله ما يكون العقد هذا نفس عقد اللي سواه عبد الله ابو هاجوس حق الفنانه عريب. ليش كيف كان عقدها؟ عقد يبالك تشوفينه عشان نسوي لها عقد نفسه. خلينا نشوف. اي خلينا شو صدق ريلي سوري هاللبس هذا كيف تطلع ريلي ابسوليوتلي. خلينا نشوف الفنانه عريب مع عبد الله ابو هاجوس. نشوف. شركة بوهاجوس للإنتاج الفني تحتكر الفنانين الصاعدين، ولكن هذه المرة غير، بيحتكرون الفنانة عريب بعقد وهمي. الحين رح ينضم معنا المنتج الكبير ومدير أعمال الفنانين بوهاجوس، صاحب شركة بوهاجوس للإنتاج الفني. الأخت سارة أو بالأحرى الفنانة سارة اكتشفت فيها الطموح. هل حببني فيها يعني. يا ناس حبايبي نسوني خلصتهم عذبوني، يا ناس حبايبي نسوني. برافو. ممكن نسمع الأستاذة؟ والله أنا اعتزلت الفن. ليش؟ أنا من الحياة اعتزلت الفن. لو حابة أنا ما عندي مشكلة، أنا أوقع وياك من اليوم قدام الناس، أنا أوقع معاك. يا أستاذ أنا ما بوقعش عقود مع حد. ليش؟ نحن جهزنا لك العقد يا عريب، والقرار الحين قام بيدك. طيب أنا بقرأ وبعدين إن شاء الله. لا عادي خليك. هل في شروط معينة أنت حابة إنها تكون موجودة بالعقد؟ لا أبدا نهائيا، بس العقد شكله حرب ملغومة. أستاذي الكريم والله أنت على عيني وراسي وعقودك على عيني وراسي. أنا جاي مع الشباب الطيبة اليوم يسووا معي لقاء، فأنا حضرتك أنا عقود وما عقود مش زين. ليش ما توقعين؟ خايفة؟ لا أخاف من إيش يا أستاذ؟ بخافش إلا من رب العالمين، بس أنا عم بقول لك إنه هاي العقود أنا مش محتكرة لحد يعني. هو احتكار 5 سنوات لا أكثر ولا أقل. مسيو شربل يعني أنا جاي وحضرتك يعني حتى مش عارفين مثلا أنا كل الناس حتى من كل الناس على العين والراس، بس أنت جايبني يعني كرمال تعمل معي لقاء. لا يعني أنا مش على الراس. لا يا الله لا يعني إله إلا الله. الراس حرام. أنا أول ما قعدت شو حكيت شو ناقص فيني بين الناس؟ أنت أحسن الناس، بس حضرتك عم بتقول لي عقود وما عقود، أنا مش تبعت عقود يعني. طيب أنت ليش طب أنت حضرتك ليش زعلان؟ خليني أنا أعرفك عن قرب أروح عندك على أبو ظبي. مش طالع معي شيء، مش طالع معي شيء ولا ربع غنية بتطلع نهائيا، مش قادرة بالغصب. شايفة حالها. أستاذ شربل هذا كله حتطلع النقاش على إيه لو سمحت يعني. شركة عبد الله بوهاجوس للإنتاج الفني، طبعا شركة وهمية، ونقول لكم نعتذر للفنان عريب في برنامج رمضان يانا على الكاميرا الخفية قناة أبو ظبي الإمارات. من خلال برنامج رمضان يانا بحب أعايد كل جمهور قناة أبو ظبي الإمارات، كل عام وأنتم بخير، وكل رمضان والأمة العربية والإسلامية ينعاد عليها باليوم والبركات. عريب. والله هي مسكينه فنانه وايد حساسه شي وهاديه وتوهقت مثل ما انا متوهق ايش قاعد تسوي انت الحين؟ طبعا ما ان توتو اول مره تطلع